أنتم من عشاق الأكلات البحرية وبالذات أكلات السمك، من عشاق السمك المقلي، راح تلاقوا كل شي موجود بهذا الفيديو. راح أحكي فيه عن طريقة القلي، عن طريقة التبلة أطيب من تبلة المطاعم، في مكونات وبهارات كتير سهلة. وراح أحكي كمان عن السر اللي بيخليه يقرمش معنا ويبقى السمك معنا بهذا اللون اللي بياخد العقل. لكن قبل كل شي لا تنسوني من اللايك والاشتراك لو كنتوا لأول مرة بتشوفوني. ونروح لنشوف الفيديو يلا. بالنسبة أول شي لنوع السمك، ما بتفرق أي نوع انتوا بتحبوه أو بتفضلوه. مثل ما عم تشوفوا أنا نظفته كتير منيح. هو بيجي من عند المسمكة نظيف، لكن أنا رجعت بالسكينة كمان نظفته كتير من برا ومن جوا، وبعدين بالمي والملح صرت أفركه. وآخر مرحلة ليموني كمان، فركت الجلد من برا ومن جوا ورجعت غسلته وصفيته. مثل ما عم تشوفوا هذا الشق اللي عملنا أنا كنت عامله من البداية، لكن من الجانب الثاني ما حبيت أعمل الشق إلا أصوره معكم بهاي الطريقة عالطول. ممكن تعملوا أكتر من شق، لكن شق واحد بكفي. هاي الطريقة مشان السمك التبلة تدخل لقلبه وياخد النكهة، اللحم يعني يتشرب من نكهة الملح ونكهة البهارات اللي رح نضيفها. رح أضيفهم بجات غميق مثل ما عم تشوفوا قدامكم. وهوني أنا مقطعة ليموني، الليموني وحدة. الليموني بيسحب الزنخ وبيعطي نكهة طيبة كمان بنفس الوقت. بالنسبة للتتبيلة، هلأ التتبيلة جدا سهلة يعني، وما فيها مكونات صعبة بالمرة. ضفت معلقتين من معجون الفليفلة ومعلقة من الكزبرة اليابسة والملح معلقة مليانة. بالنسبة للزيت، الزيت اللي حطيته زيت زيتون، فيكن تستبدلوه حوالي 4 معالق. راح أقلبهم شوي وبس لتشرب شوي التبلة الفليفلة الزيت. راح أضيف حوالي 6 فصوص من الثوم، هرستهم منيح وبعدين راح أضيفهم. الثوم بيعطي نكهة كتير طيبة، الفريش أطيب من البودرة. هلأ في كتير ناس بتضيف بهارات أكتر من هيك، لكن هاي البهارات بتكفي، مثل الفلفل الأسود، الفلفل الأبيض، بيضيفوا أنواع الفلفل الحمراء. كمان في إضافة الكمون. الكمون أنا راح أضيفه بس بتبلة الطحين، ما بهاي التبلة. بالنسبة للتبلة أنا راح أفرك فرخ السمك كتير منيح بالتبلة من برا. راح أحاول إني أدهنه من كل الجهات. بحاول إني أضغط شوي بإيدي حتى يتشرب من التبلة. وبعدها راح أتركه ليلة كاملة بالبراد، ممكن نتركه ساعتين وفوق. وبالنسبة لطبقة التغليف اللي راح نغلف فيها السمك، كان عندي كاستين من الطحين ومعلقة من النشي. النشي بتعطي قرمشة كتير طيبة للسمك. ضفت لهم معلقة صغيرة كل من الكمون والكزبرة اليابسة والملح والفلفل الحمراء. هلا أنا راح أغلف السمك مثل ما عم تشوفوا قدامكم بالفيديو. بالنسبة للطحين حاولوا صبايا إنكم تنفضوا السمك بهاي الطريقة، لأن أنا ما بدي الطحين تكون كميته كبيرة على السمك، مجرد يتغلف مشان بس اللحم ما يغب من الزيت ويتشرب زيت كتير، مثل ما عم تشوفوا بهاي الطريقة. ومباشرة أنا بكون مسخنة الزيت. الزيت لازم قبل ما ننزل السمك يكون ساخن بدرجة حرارة، يعني مثل ما عم تشوفوا تقريبا يكون إنه ما لدرجة إنه تكون مدخن، لا بس مجرد ساخن ويفور معنا بهاي الطريقة. السمك أول دقيقتين بنقلبه على جهتين من كل جهة مشان ما ياكل معنا اللون الحرق من الأسفل. بنخليه ينزل دقيقة دقيقتين من الطرف الأولاني وبنقلبه، وبنفس الوقت بس لأخذ اللون الدقيقتين من الطرف الثاني بنرجع بنقلبه على الطرف الأول. وبين كل فترة وفترة بنرجع بنقلبه ونضل طبعا جنبهم لحتى ياخدوا معنا اللون الذهبي هذا اللي عم تشوفوه قدامكم. يعني السمك من أطيب الأنواع والله، ولا أجمل من هيك، والتتبيلة جدا رائعة، لهيك ما بياكل معنا شغل كتير. هذا هو اللون اللي بدنا إياه، شايفين ما أحلى اللون الذهبي يلي ولا أروع من هيك. وصار معنا جاهز. الصفرة ما بتقبل معنا إلا بصوص الثوم والليمون والكمون والملح، وكمان بالتبولة والسلطة، وأكيد صحن البطاطا المقلية. لهون بنيجي لنهاية الفيديو. بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، وبتمنى أكون عم أقدم لكم شي يفيدكم. لو كنتوا لأول مرة بتشوفوني لا تنسوني من اللايك ومن الاشتراك لحتى يوصلكم كل جديد. بشوفكن على خير وسلام.